من خلال متابعتي للدوري العراقي لؤي صلاح يعني دائما يلعب هجوم. استفاده من الارض والجمهور ممكن راح تكون المبادره للقرمه اكيد في هذه المباراه، لكن تنافسيه ما راح تكون سهله على الفريقين. سيناريو الشوط الاول كابتن قبل السيناريو يعني انا بس اعرض على شيء. عبد الرحمن محمد ولضيوفه الافاضل خطيره للكرمه، العقاب تصويب الله، راح الكونغولي عرضيه تصويب الله، تصويبه ما زالت خطيره، عرضيه متابعه، ولكن هنالك الدفاع يتصدى، عادت من جديد تصويب الله، القرمه يردون، القرمه يهدفون، القرمه اللي هو ابناء القرمه لتسجيل هدف. عينك على اللعبه هنا، بداها ايمن حسين عرضيه بعد من الدفاع، عادت بعد ذلك استغلوا الاخطاء. ياتي موين مرور يا سلام، اقرب اليها ايمن حسين يرسلها اماميه، ملعوبه هنالك في اقصى اليسار، الاخطاء تصويبه بوجبا محمد ابو الرزق، يا عيني على الرؤيه، يا سلام يا الله، الكونغولي خطيره للميناء، عرضيه راسيه ايمن راح معك في اليمين، عرضيه خذوها تصويبه، يا سلام، يوصل كره تصويبه، قرمه يسجلون الثاني، ماكنزي عرضيه عمور الفنان تصويبه، يا سلام، بوجبا الخطير، بوجبا بالتمرير تصويبه موصله. اذا تلعب في الامام، اماميه تصل كرار اماميه خطيره تصويبه الله، الحكم يعطي مبدا الافضليه، خطيره تمريره، يا سلام، للعوده للتعديل، تصويبه الله، لا تسدل الستار، فشمس الميناء ما زالت لم تغيب، الكرة المجنونة، اللعبة الحاضرة، يا للروعة ويا للأخطاء. سيكون القرار فرحة مينائية أم فرحة 7 دقائق كوقت بديل؟ كاظم ماذا سيقول؟ العودة للفار، هدف من هدف للميناء إلى ركلة جزاء، يا لدراماتيكية المباراة، يا لسيناريو المباراة، يا للحظات المباراة، تسلل غير موجود وغير حاضر. ركلة جزاء لرصاصة الرحمة يا أيمن حسين، تصويبه، يا سلام، الكبار دائما يختارون المواعيد الكبيرة من التصويبة، يا للروعة. بوجبا يوصلها، حلوة الله.